يوم كامل الكهربائي عندنا بنحاول نشوف العيب منين والكهرباء جاية ليه. والكهربائي صراحة كان مصر ان يلاقي العيب منين. احنا لفينا البيت كله الاربع ادوار، كل شقة بيفصلها ويشوف لسه في كهرباء ولا لأ. وهقيس دلوقتي قدامكم كمان، لان انا اشد الشقة عندها الكهرباء زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، فهم بيقيسوا عندي انا بالمفك، بدل ما الناس اللي تحت تقعد تكهرب نفسها يعني تعمل اختبار. فهنا انا لقيت الكهرباء مش زيادة، يعني مفيش كهرباء وفجأة لقيت الكهرباء رجعت تاني. بصوا هنا كده كده مفيش ايه، المفروض يعني مفيش كهرباء، حتى انا هلمسها كده هتلاقوني لا عادي مفيش كهرباء. بصوا الكهرباء عامله لنا مشاكل كبيره قوي في البيت، وانا قلت لكم ايه اللي بيكهرب. بصوا فجأة كده هينور، يعني بيقطع ويجي. بصوا ادي هو نور. فتخيلوا بقى تبقي مديه الامان وفجأة قومي الكهرباء شادة. بصوا هي نورت اهي تاني، وانا بقى بنزل اقول لهم الحاجات دي مش قادرة المسها بقالي 3 ايام، بالذات البوتاجاز، فاعذرونا على شكل المطبخ اصلا. يلا بقى لو انتوا اول مرة تزوروا قناتي فانا نرمين، ودي قناتي نرمين والحبايب، وانتوا احلى واجمل الحبايب. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، رمضان كريم عليكم. هنا انا كنت فوق فنازله بقى تحت اقول لهم انا ايه اللي عندي في الكهرباء وبلغهم ايه انا الحنفيه عندي ما بتنورش، والسخان واللي بتاع قل الكهرباء فيه قوي عن الاول، ده كان بنور نور فظيع. يعني القطع متقطع اعكسه وافصل وقيس. ما لسه ما شفتش الموضوع، بس انا طفيت المفتاح بره. انا قريت، انا فاهم، بعرفك عشان اوفر عليك جهد. الشقتين اخر شقتين فوق والارض على المفتاح، مش الكهرباء على المفتاح. طب اطلع بص حولهم. انتوا عارفين ده بص عندي تاني هنا الاول. مفيش حاجه عندي خلاص. لا مفيش حاجه ايه، ما احنا رجعنا كل زي ما مفيش هو. هنا حاجه؟ انا فصلت عموما عندي. ما احنا عايزين نطمن برضه. وانتوا الفلسطينيين احنا مفيش حاجه؟ دلوقتي الكهربائي نزل الدور التاني والتالت والجيران اللي كانوا تحت برضو دول متكهربين، كان عندهم السخان والبوتاجاز متكهرب ففصل من عندهم الكهرباء. قالوا شوفوا لو احنا من عندنا الكهرباء مفيش مشكلة، بس يعني نخلص، لان دي يعني كانوا هيقع عليهم كمان طاسة التحمير، فكانت هتعمل مشكلة كبيرة. فقالوا لهم لا مش من عندكم. بعد كده طلعنا تاني فوق علشان اللي كان بيكلم الكهربائي تحت فهو كهربائي قريبنا. ده اللي طلع شاف الحاجة يوم مثلا يعني قبلها بيوم، يوم ما اكتشفنا الكهرباء. واكتشف حاجة كده قالها للكهربائي بما معناه يعني ان احنا حتى لما بنفصل اللي بره، ما بنفصل الحاجات اللي بره اللي الاستاذ محمد بيعملها دي برضو بيبقى فيه كهرباء داخلية، يعني الكوبس اللي بره متوصل على الخط الارضي مش على الكهرباء. فقال له بدلها علشان لما نفصل نلاقي جوه ان الكهرباء فاصلة، علشان ممكن يبقى من عندنا اصلا. فاهميني يا بنات او يا شباب؟ انا بقول الفيديو ده بجد للافادة، لاني انا بجد مريت بالموضوع ده في شقتي القديمة وما لقيتش اي حل، واضطريت اغير السباكة كلها واعملها بارزة فوق السيراميك علشان الكهرباء، لاني ما كنتش عارفة الاقي لها حل خالص. اول حل تعمليه انك تجيبي كهربائي واحد يمسك كل الكشف عن اي حاجة، لان حتة ان انت تجيبي واحد يبص على شقتين 3 ويفصل ويمشي، وتجيبي واحد تاني ويبص ويفصل ويمشي، فانت بترهقي نفسك وبترهقي بترهقي ماديا ونفسيا وكل حاجة. فلو عندك حاجة زي كده على طول هو كهربائي واحد بس يكون شاطر شوية. احنا عملنا حاجات كتيرة قوي في الكهرباء فوق ما تتخيلوا يعني. يعني ده كده بيشيل خالص المفتاح اللي بره، بيعمله على الكهرباء نفسها ما تبقاش على الخط الارضي، علشان لما يفصل من بره يتأكد هو في ايه جوه، يعني يتأكد ان مفيش كهرباء جوه او الكهرباء اللي واصلة مش من الشقة دي.
هو عمل كده مع كل الشقق، بس احنا كانت الشقتين بتاعتنا المفتاح بس متلخبط. نزل كشف على كل البيت. طبعا احنا الشقق بتاعتنا حديثة، فالكهرباء بتاعتنا مظبوطة شوية، لكن اللي تحت الكهرباء ملخبطة قوي. فطبعا هو ظبطها وجهزها لان كان كله داخل في بعضه. قعد كل اليوم يدور في البيت كله، حتى فصل العلبة الخارجية اللي بره عن العلبة اللي جوه. تخيلوا ان المدخنة بتاعت السخان برضو بالكهرب، يعني محطوطة وسط الحديد، طالعة من السقف وسط الحديد، لازقة في الحديد، بيكهربوا الاتنين في بعض. فحطينا، هجيب لكم الصورة، حطينا بينهم كده زي ازايز بلاستيك، طبقناها حطيناها بينها علشان ما تكهربش كمان زيادة، يعني مكهربة كمان زيادة. فموضوع الكهرباء ده موضوع وحش قوي ورخم قوي. واللي اكتشفناه كمان ان في 3 بيوت غيرنا احنا كمان عندهم كهرباء في الشارع اللي ورا. وصلت كمان ان هم عاملين محاضر، يعني عملوا محاضر. لما تجيبوا حد يشوف الكهرباء عندكم زي ما احنا عملنا، لا هم راحوا عملوا محاضر ومحدش راضي يجيب حد. واحنا هو قاعدين الاول بنشوف بيتنا، علشان يعني ما نروحش نكشف عند الناس وبعد كده يبقى بيتنا هو فيه المشكلة. ويا ريت احنا عمالين نقول يا ريت يبقى المشكلة من بيتنا، علشان لو من بيتنا يبقى مقدور عليها حلها. لكن احنا هندور نلف على بيوت الناس اللي في ظهرنا، واللي يبقى فاضي يدخلك واللي يبقى مش فاضي يدخلك، فاهمني؟ بيبقى الموضوع صعب ومحرج. مع ان هنا كل الجيران يعني الحمد لله متعاونة، مش زي البيت التاني. البيت التاني كل ما افتكر موضوع البيت التاني ده يعني نفسيا اتعب بجد والله. يعني كان عندي حد قريبي في الدور اللي فوقيه بس ما كانش عنده كهرباء. جبنا كذا واحد بتاع كهرباء مرضوش يدخلوه، مع ان يعني الغريب كان بيدخل كهربائية. مش عارفة، حلفت براس ابوها ما هي مدخلة ما هي مدخلة الكهرباء. لا ما عنديش كهرباء، ما فيش حاجة عندي، انا مش هدخل حد. عارفين دي؟ صدقوني لغاية دلوقتي يعني انا مش قاعدة في البيت بس شقتي موجودة، اللي هو لو في حاجة وقعت من عندهم عايزين بس المفتاح او حد يجي يطلع لنا الحاجة اللي وقعت عندكم. فتخيلوا يعني المفروض الناس تبقى فاهمة ان الدنيا سلف ودين يعني. بس انا هعمل زيهم، بس انا الموقف ده اللي فكرني بالموقف الرخم بتاعهم ده، بس هي بتاعها مش بتاعهم. شربت ابلع شويه. بصوا دي الماسوره دي بالكهرب، فهو بيقيس عليها، بس للاسف الدنيا نهار. انا زي ما قلت لكم هو جاي، عارفين جاي الساعه بالكتير 9 الصبح كان موجود. طول اليوم بين هنا وهنا 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 لغايه ما يعني فنط كل البيت من اوله لاخره، يعني ما سابش حاجه. وبابا حبيب قلبي ربنا يخليهولي يا رب واقف معاه. كنت انا وبابا والعيال والبيت كله بقى تحت برضو، كل واحد بيفتح شقته يشوف لو في حاجة، وفي ناس مش ساكنة مثلا او مش قاعدة مش موجودة. بس ادعونا الموضوع يتحل. هما يخلصوا هنا، هو كده فك المفتاح بتاع شقتي عشان يوصلوا على الكهرباء مش الارضي. هيفكوا الحاجات دي، وبعد ما يخلصوا البيت خالص، احنا بعد ما خلصنا البيت خالص قعدنا لغاية يعني بالليل في الموضوع ده، ونطلع والراجل ده تعب والله العظيم، يعني ربنا يكرمه ربنا يكرمه. يعني قعد نازل طالع هو وبابا من الدور الارضي الى الرابع، من الدور الارضي الى الرابع، من الدور الارضي الى الرابع، واحنا وراه برضو، بس يعني مش في كل مرة. ده كله بسبب الكهرباء. الكهرباء دي اصعب حاجة في الدنيا والله، يعني حاجة صعبة جدا. احنا قضينا اليوم كله. بكرة بقى لما عرفنا بالليل بعد ما خلصنا احنا بيتنا كله، سألنا البيوت اللي ورا. احنا طلعنا فوق السطح على فكرة،
طلعنا فوق السطح، حاولنا نشوف الجيران اللي ورا، نادينا عليهم محدش رد. على بالليل وصلنا لغاية هناك، قالوا لك ايوه في كهرباء في 3 بيوت. احنا حتى عملنا محاضر عشان يجوا بتوع الكهرباء وجم ما عملوش اي حاجة. يعني اقول لك ما دام مفيش حاجة من بره يبقى ايه، يبقى الموضوع ما يخصناش. هنا بنفصل الكهرباء خالص رغم ان الدنيا نور بره، بس بابا كان بينور له برضه عشان يشوف هنا الاسلاك وكده بيظبطها. وكنا برضو شاكين عشان بتوع الغاز هنا لما جم شقتي والشقة اللي قدامي خبطوا في اسلاك كتير. يعني خبطوا في الشقة اللي قدامي دول، قطعوا 2 سلك لان كان مشغلين الاسبوتات وكده، فقطعت عنهم الكهرباء. بس بابا جاب الكهربائي تاني يوم وعمل الحتت اللي باظت. وعندي برضو قالوا لا مش معدي، كان في كهرباء، بس برضو قلقانين وعمالين دماغنا تجيب وتودي وتقول ايه يمكن يكون من الغاز لما جم وخرموا الحاجات دي. والغاز برضو لسه جاي حديث، يعني الغاز في البيت كله جديد، بس في الشقتين دول لسه راكب جديد، عشان اصلا الشقتين دول لسه يعني في البداية، شقتي لسه. فتخيلوا بقى حجم المعاناة. والراجل صراحة تحسين هو خد الموضوع تحدي. احنا كان عندنا في البيت التاني يجي واحد نص ساعة يبص على عندنا، يبص تحت يبص فوق، يقيسوا المراوح، يقيس مش عارف ايه، ما يلاقيش حاجة من عندهم فيتكلوا على الله ويمشوا ياخدوا الفلوس ويمشوا، ونروح نجيب واحد تاني وواحد تالت. يعني ذكريات مش لطيفة خالص. احنا كده هنخلص اليوم عندنا وهنطلع على البيوت اللي في الظهر. البيوت بقى اللي في الظهر هي اللي طلع عندها كل المشاكل. بس صراحة انا معرفش ايه اللي كان المشاكل، لان انا طبعا ما روحتش، دي بيوت ناس غريبة. بس طبعا بابا علشان يعني قديم هنا فعارف كل الناس وكل الناس عارفاه، فراح هو والكهربائي. طبعا الناس رحبت لان برضو هم متكهربين، ده بيقولوا كهرباء اشد من عندنا. بصي يعني الراجل نازل تاني طالع تاني وبابا معاه، ودي ست الحبايب يا حبيبة. عامله ايه يا ماما؟ كل سنه وانت طيبه. باي. هذا شغل اللي محمد اكتشفها فوق. بص شايف؟ بتنور. لحد ما نجيب لها خشبة ونعملها. انا بقى شاكك ان في حاجه مثلا جايه من عندهم هم، من عندي. زي ما انتوا شايفين وحكيت لكم في الفيديو، هنا بابا بيورينا استاذ محمد اكتشف ايه. الحته دي بتنور جامد، بس علشان احنا في ضوء النهار قوي مش ظاهره في الكاميرا، بس حاطين لها كده حاجات خشبيه علشان تحميها من الكهرباء. واشوفكم على خير.